السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده خامس يوم من عمر الفراخ بتاعتنا. انا غيرت لهم الفرشه، شلت السبت ده خالص وغيرت الشكاره من تحتيها. تمام. عندي بقى مشكله، بيقلبوا كميه اكل رهيبه. يعني بصوا، الفرخ منهم او قطت منهم يقف هنا يفضل ينطر الاكل برجله كده ويقلبوا الاكل كله تحت. انا بشيل كميه اكل من على الشكاره فظيعه فظيعه. مش عارفه اعمل لهم ايه في المشكله دي. ربنا يهدي، هي كل حاجه ايه وليها حل ان شاء الله يعني. انا لو السبت الباب بتاعه كبير شويه كنت اخدت العلافه. يعني ده كده اصلا طبق بتاع علافه، اللي هو الاحمر ده طبق بتاع علافه. يعني انا عندي العلافه بس ما بتخشش من الباب. وبرضه والله عايزه اقول لكم برضه بيقلبوها. يعني حتى لما كنت بحط قبل كده في دوره قبل كده العلافه برضه كانوا بيقلبوها. فالله يهديهم يا رب. قالوا بيقولوا الفراخ البيضاء هاديه عن الفراخ البلدي. ربنا الهادي. النهارده انا هحط لهم على العلف لسه الجبنه القريش. بصوا دي اخر قطعه خلاص معايا جبنه. فانا هحط منها حته النهارده وحته بكره. ودوم توم كده خلاص عدى عليهم 6 ايام، هيكون عدى عليهم 6 ايام. اللي هو اول اسبوع، اهم اسبوع نرفع فيه البروتين هو اول اسبوع. فكده هيكون عدى معايا خلاص الحمد لله بسلام. فكده خلاص عادي. بعد كده عايزه تحط لهم بروتين بقى، حاجه فايضه عنك، مثلا حته بيضه مسلوقه كنت سالقه اولادك ما اكلوش، معلقه زبادي، شويه حته جبنه قريش زي ما اتفقنا. اي حاجه فايضه عندك. انا هحط على الاتنين اهو. حطيت هنا معلقه كركم وهنا كمان معلقه كركم. هحط لهم معاها النهارده حبه البركه. حبه البركه من الاعشاب الحلوه جدا. بص هحط على واحده معلقه حبه البركه وعلى التانيه سمسم. عندي شويه سمسم كده اهي بالظبط يعني. مش عارفه هتبان معاكم ولا لا. بصوا قد معلقه سمسم صغيره كده. السمسم فيه نسبه كالسيوم حلوه قوي، حلوه لعظمها. ملح محدش جه جنبكم. حلو قوي الكالسيوم برضو لعظمها. انا بتعامل معاهم اول اسبوع ده زي البيبي، زي البيبي اللي لسه مولود. بشوف ايه المفيد ليهم وبحط. يبقى هنا حطينا معلقه السمسم، وعلى التانية هحط قد معلقه حبه البركه. يبقى ده اللي احنا حاطينه النهارده على العلف. هقلب ده وهرجع لكم. طيب انا كده خلاص قلبت العلف اهو. تمام. حاجتهم جاهزه واهي التانية كمان. تمام. هشيل العلبه اللي جوه دي بقى. انا كل مره بغير العلبه، مش بفضي الاكل عليها، فاهمين؟ لان هما طبعا زي ما انتم شايفين. اوعى بابا. زي ما انتم شفتوهم كده هما بيقفوا في قلب الاكل، فممكن يكون واحد منهم عمل حمام فيها او حاجه. فانا كل مره بغيرها، مش بحط في العلبه هي. اهي دي العلبه اللي انا خرجتها. بصوا زي ما انا متوقعه. بصوا شويه دول العلف المرطب ده يعمل لهم مشكله. انا هحط الاكل التاني اهو. ودلوقتي هحط لهم الميه نظيفه، مش هحط عليها اي حاجه. احنا خلاص خلصنا المضاد الحيوي اللي هو كان بتاع اول 3 ايام، وخلصنا محلول الجفاف ودنيتهم تمام. الميه بغير لهم الميه. آه يعني يا كل ما يخلصوها يا اما مثلا الميه هتسخن قدامهم هيبقى فيها مشكله. ببتدي ايه ان انا اغير الميه على طول. عامه في اليوم ممكن مثلا 4 5 مرات الميه تتغير. بصوا تاني اهو اللمبه اهي. اللمبه اهي. الميه بعيد عنها عشان الميه خطر جدا ان هي تسخن على الفراخ بتاعتكم. اهو بياكلوا بيشربوا. بالنسبه بقى في حد سالني انت هتسيبيهم في المطبخ كتير؟ انا هسيبهم يعني طالما انا بنضف لهم والامور تمام. والمطبخ اكتر حته دافعه عندي دلوقتي. طبعا انتوا كلكم واخدين بالكم ان الجو ابتدى يسقع. فالمطبخ اكتر حته دافعه عندي. ليه مثلا اطلعهم في مكان ياخدوا فيه برد او يتعبوا مني فيه واحنا في غنى عن كده؟ انا هسيبهم معايا في المطبخ طالما المطبخ امان ليهم او دفى. فانا سايباهم شويه في المطبخ ما عنديش مشكله. لما بقى يكبروا يبتدوا ان هم لازم هقسمهم على القفصين. اكيد طبعا هنقلهم لان هنا المكان عندي مش هياخد
المكان هنا مش هياخد السبتين خالص مع بعض. فلما يكبروا شويه وابتدي اللي انا هنقلهم على سبتين هنقلهم بقى من المكان ده خالص، لان المكان عندي هنا مش هينفع ان انا ايه اسيبهم او احط السبتين مع بعض يعني. وطول ما الفرخ بتاعك منتشر واموره تمام، مش متكوم على بعض، مش الدليل اللي بيقولك ان الفرخ سقعان لما تلاقيه رب ريش بسرعه قوي، عايز يكسي نفسه، عايز يدفي نفسه، او اللهم صل على سيدنا محمد، لما يلموا على بعض كده تعرفي ان هم سقعانين بيدفوا بعض. طيب عايز تعرفي ان هم حرانين، تلاقيهم مترميين كده في الجناب بتاعه العشه، في الجناب بتاعه الاوضه، في الجناب بتاعه السبت، العشه اللي انت مربيه فيهم، وبينهجوا كده، دول حرانين الدنيا كاتمه عليهم. فانا عندي هنا المطبخ كده كده هم موجودين، برضو في تهويه عندي هنا، شباك الحمام قريب مني، وورايا هنا كده في الباب بتاع الشقه، فانا بالليل بنزل لهم القماشه على العشه بتاعتهم، ادفيهم وخلاص كده امورهم تمام. انا اهم حاجه عندي ان هم يبقوا متدفيين، لان احنا خلاص داخلين على تغيير الجو اهو، انتوا شفتوا دلوقتي الدنيا بقت بتسقع بالليل. فكده الحمد لله رب العالمين امورهم تمام، منتشرين، حيويتهم حلوه، بياكلوا بيشربوا، امورهم تمام، فانا هسيبهم زي ما هم. الناس بقى اللي قالت لي ما جبتيش ساسو ليه، انا والله ما خلفتش وعدي معاكم، بس الساسو المره دي اللي كان موجود ما كانش الساسو الشيفر، فانا ما بجيبش الا الساسو الشيفر جه الاول، لاني اي نوع ساسو تاني ولا بيدي معاكي تحويل كويس، ولا بيدي وزن زي ما انت عايزه، وبياخد منك علف وجهد على الفاضي. طبعا دوره الساسو دوره طويله 70 يوم، يعني بدورتين من الابيض، واحنا داخلين على مدارس ووجع قلب. فحرام لما كمان اجيب دوره مضروبه وافضل اصرف عليها يعني اصرف فلوس قد كده و70 يوم، وهتبقى مش هتبقى دوره مرضيه معايا، مش هتديني الوزن اللي انا عايزاه ولا الحاجه اللي انا عايزاها. ده السبب الوحيد اللي خلاني ما اجيبش الساسو. لكن الساسو انا جبته قبل كده وربيته ومطلعه منه ما شاء الله الله اكبر، يعني كان كويس جدا معايا. لكن ده المره دي السبب الوحيد اللي خلاني ان انا ما اجيبش الساسو، بس ان هو موضوع ان ما كانش موجود الساسو الشيفر الجيل الاول، لا اكتر ولا اقل. كده الحمد لله يومنا عدى على خير، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بامر الرحمن. النهارده خامس يوم عندنا، احنا اتفقنا المضاد الحيوي كان 3 ايام، ومحلول الجفاف هما الكيسين لحد ما بيخلصوا وخلاص بوقفه. من اهم الحاجات اللي بستقبل عليها الفراخ بتاعتي، ما شاء الله الكب من الانواع اللي بيبان عليها الوزن يوم بيوم ما شاء الله يعني. بعد اسبوع ان شاء الله هنوزن وهنشوف مع بعض. اللي فاكر معايا الوزن، احنا كنا مستنيين الكتاكيت دي على وزن كام، يبقى يكتب لي في التعليقات. اشوفكم في امان الله، واشوفكم على خير بامر الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.